اتفضل. أنا اسمي ياسر أبو العز شحاتة من محافظة المنيا قرية بن أحمد الغربية. اتجهت لمستشفى الجامعة يوم 4/7. مراتي تعبت، اسمها شيماء نادي أحمد خير. اتجهت لمستشفى الجامعة، مراتي تعبت وقلت الدكتور مايكل، قابلني الدكتور مايكل رمون، قال لي مراتك محتاجة لعملية فتاك سري. قلت له ماشي يا دكتور. قلت له يا دكتور مراتي عندها نسبة أنيميا حادة، جاب لي عملية عشان لو كنت عايز أي حاجة أجيبها لي. قال لي اعمل لي اشعاعات وتحاليل. عملت اشعاعات وتحاليل، قال لي هات لي دم من بره، اشتريت دم من بره. يوم 8/7 عمل العمليه. طلعت من العمليات مراتي من غرفه العمليات، وجه الدكتور مايكل رمون يفوقها، بيحاول يفوقها جامد، قال بغمى عليها. بقول له يا دكتور، قال لي عايزين نديها دم دلوقتي. قلت له يا دكتور انت نسيت عطيتها دم في العمليه؟ قال لي نسيت اديها دم في العمليه. عطاها دم، وبعد ما عطاها دم يوم 11/7 خرجنا من المستشفى. قلت له يا دكتور لسه الحاله بتاعتي تعبانه. قال لي مفيش مكان، لما تتعب تاني هاتها لي. تعبت مراتي يوم بعد العمليه ب10 ايام او ب8 ايام. اتجهت لمستشفى الجامعه تاني. قال لي اعمل لي اشعاعات وتحاليل. عملت اشعاعات وتحاليل على حسابي، طلع نسبه الصديد في العمليه. قلت له يا دكتور هتعمل ايه دلوقتي؟ قال لي باذن الله لما يفضى مكان باذن الله نفك كلها غرزه ونسحب لها الصديد دوت. قلت له متى يا دكتور؟ قال لي لما يفضى مكان. قلت له خلاص ماشي يا دكتور. تعبت وزادت ألما وسوءا. اتجهت للدكتور مايكل وائل فايز في عياده بره وخارجيه. قال لي ياسر مراتك عايزه عمليه دلوقتي فورا. قلت له يا دكتور؟ قال لي في صديد جوه العمليه حوالي 2 لتر صديد. قال له في جرح على الكبد واسفل الكبد، وفي خراج بالمراره ماشي، وفي تهتك بالامعاء. قلت له يا دكتور، قال لي لازم نعمل عمليه دلوقتي. دخلها اوضه العمليات، غرفه العمليات، وعملت العمليه بالليل الكلام دوت. عملت العمليه وقلت له يا دكتور طب انا عايز تقرير بالحاله. عطانا تقرير الدكتور وائل فايز، واتجهت لمستشفى الجامعه برضه عشان خاطر اشوف اوراق تاني وكده. واحد صاحبي جاب لي اوراق من التذكره، اتضح في واحده تدعى شيماء ناجي محمد، وهي مراتي اسمها شيماء نادي احمد. اختارت الاوراق في التذكره بتاعتي. رنيت على الدكتور، واحد صاحبي رن على الدكتور مايكل رمون، قال له يا دكتور شيماء نادي احمد انت عملت لها عمليه الفتاج. هو المفروض عمليه الفتاج 4 غرز عرض، مش 14 غرزه طول. قال لي عايز يعني، قال لي هو بتعمل عمليه بره دلوقتي، العمليه غلطت خطا. قال لي بص كده انا عملتها صح، اللي عايزين يعملوه اعملوه. قال له خلاص ماشي يا دكتور. بعد كده اتجهت للنيابه بالاوراق اللي معايا كده، وشكيت الدكتور مايكل رمون بالاهمال بتاعه. والنيابه طلبت الدكتور وائل فايز وقال اقواله، وطلبت الدكتور مايكل رمون فامتنع بالحضور. انت بتطالب بايه دلوقتي؟ انا بطالب بالرئيس السيسي يجيب لي حقي من الدكتور مايكل رمون دوت، وبطالب علاج مراتي على فك الدوله عشان انا فقير، والعمليه دي صرفت بالنسبه للجامعه والمستشفى بالسعود، والفلوس اللي صرفتها عشان في ديون مستلفها، وراجل مش موظف، وراجل فقير ما عنديش اي دخل. شكرا.